يعني احنا بنفاجأ انه مع حالة الغليان من الاسعار وحالة الخنقة اللي الناس عايشاها، انه الدولة او بالتحديد الرئيس بيتحرك حركة مكوكية. لكاد نرى كل اسبوع تقريبا في مشروع بيتفتح. الرئيس حاسس انه الناس مخنوقة جدا، والنهاردة اشار لهذا الموضوع في اثناء افتتاح توسعات شركة النصر للكيماويات الوسيطة في ابو رواش، وقال كلام من القلب عفوي انه هو حاسس الناس تعبانة. وطبعا كل اسبوع مشروع، كل اسبوع مصنع، هي محاولة للخروج مش من عنق الزجاجة، من هذا النفق المظلم جدا. احنا فعلا في نفق مظلم جدا، والاسعار ما فيش عليها رابط. وهو ده المعادلة الصعبة، ان فيه رأس الدولة بيتحرك بسرعة الصاروخ من اجل افتتاح مشاريع جديدة، من اجل مصانع جديدة، من اجل يعني احداث قفزات للامام، بينما حركة الحكومة هي حركة سلحفاة، حركة بطيئة مميتة، وتبدو لي انها مش ماشية زي المايسترو. احنا بيبقى في دايما فرقة موسيقية ليها مايسترو. لو الحكومة مش ماشية على النوتة وعلى أصابع المايسترو، يبقى احنا هنسمع نشاز، هنسمع ضوضاء، وهنسمع إزعاج. هذا التشبيه ينطبق على الحكومة. الرئيس زي المايسترو اللي فاهم النوتة وفاهم ايه وظيفته كمايسترو، لكن المشكلة انه الادوات اللي بتنفذ النوتة ادوات عاجزة، مش على نفس اصابع يد المايسترو. دي الكارثة. فعشان كده بنلاقي مثلا هو النهاردة اشار لهذا برضو في كلمته، انه المسؤولين والوزراء والمحافظين والبرلمان لازم يحسوا بكده. يحسوا بايه؟ بمعاناة الناس. يعني هقول لكم ايه، انا